يا هلا وسهلا ومرحبا، متواجدين الآن في مخيم مرحبا. في الليلة الشتوية نتواجد في هذا المخيم الجميل والرائع. شوفوا المخيم الكبير ما شاء الله عليه، الأجمل والأروع. اسم المخيم مخيم مرحبا. يا سلام، ليلة شتوية برفقة الأحباب. يا هلا وسهلا، السلام عليكم. الله يحييك ان شاء الله. الله يحييك اكثر. حياك ابو عماد. الله يحييك اكثر. الله يرضى عليك ان شاء الله. الكابتن حسين الحبيب. والنعم ونعم بحالك ابو عماد. الله يرضى عليك ان شاء الله. حياك الله، منور يا ابو عماد. الله ينور وجودك حبيبي. الله يرضى عليك ان شاء الله. يا هلا ابو عبد الله. هلا حبيبي. الله يحييك ان شاء الله، منور. والله ما شاء الله عليك يا كابتن كبير. الله يرضى عليك يا ابو عبد الله. اول مره اشوفه والله. الى رجل كريم اليوم في هذا المخيم الكبير الجميل، جمعة طيبة عند رجل كريم. دائما هذا ابو حيدر دائما ملم للجميع ويدل على مشاعره الجياشة الجميلة واحساسه بالانسان. الانسان اللي عنده احساس بالمجتمع اكيد انه يحب التآلف ويؤلف ويتآلف. الرجل دائما يجمع الجميع. دائما تغطياتك والمتابعينك. الله يرضى عليك. دائما ابو حيدر يجمع الاحباب مثلك وشرواك وشرواء ابو عماد. الله يخليك حبيبي. الله يسلمك ان شاء الله. دائما يحضن في مخيم، في بيته، في مزرعته، في اي مكان. شيء مشهود لله. الله يسلمك ان شاء الله. حياك الله يا ابو عبد الله. يا هلا وسهلا، السلام عليكم. هلا والله. هلا وسهلا ابو محمد، شلونك؟ طيب؟ بخير الله يسعدك. عاش من شافك ابو محمد. ايامك. الله يرضى عليك ان شاء الله. دائما نتابع سناباتك ونتابع كل ما تقوم به في خدمه الاحساء عبر مزرعتك الجميله، لكن يمكن اول مره التقي فيك في هالمكان الجميل بصحبه الناس الجميله والطيبه. انت ابو حيدر مدرسه الكل يتعلم منه. اي والله. الله ان شاء الله نشوفك عاد تشرفنا في المزرعه. الله يشرفك دارك. تاج على راسي، خدمتك خدمه اللي مثلك. الله يطول بعمرك. حياك الله ابو محمد. يا هلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. الله يسلمك بخير. الله يسلمك ان شاء الله. منور في هالمكان الجميل، في المخيم الجميل. اقول الجميل وجودك. ابو حيدر هذا دائما يجمع الحلوين والطيبين اللي مثلك. الله يطيب حالك، مش احلى منك. الله يبارك. الله يخلي عليك ان شاء الله. يا هلا وسهلا، حياك الله. حياك الله يا شيخنا. مرحبا يا شيخنا. الله يحييك ان شاء الله. الله يطيب حالك ان شاء الله. يا هلا وسهلا. كسبنا رؤيتك هذه. الله يرضى عليك، احنا اللي كسبنا. حبيب قلب، هذا من طيبك. هذا من طيبك. طيب. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، وش حالك؟ طيب بخير الحمد لله. الله نشكر يسلمك. ابو حيدر على هالجمعه الطيبه والوجود الطيبه والاستقبال من طرفه ولا من طرف ابنائه، الاستقبال الجميل في الليله الجميله، في المخيم الجميل، في الليله الشتويه. الحمد لله بالامور الطيب والجو جميل وجههم طيب يعني. الله يطيب حالك، مش اطيب منك يا حبيبي. الله يسلمك ان شاء الله. مرحبا. يا مرحبا. حياك الله يا ابو انور. الله يحفظك. عم ابو انور، شلونك؟ طيب ان شاء الله. الله حياك الله يا عم ابو انور. اليوم شفناك في هالمكان الجميل عند الحبيب والوجيه ابو حيدر يا عم ابو انور. الله يحفظ ابو حيدر ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا أبا. اللهم آمين يا رب. حياك الله يا أبا. مرحبا سيدنا. حبيبنا واخونا. الله حبيب قلبي. ليلة بهيجة أولا نحن. الله يسلمك إن شاء الله يا سيدنا. وحقيقة هذا من يعني لفتات أخونا أبو حيدر أنه يجمعنا ويا الأحبة أمثالكم، وهذا ما عودنا عليه في هذا العام وفي كل عام. إن شاء الله عادة ما تنقطع بسلامته. إن شاء الله بسلامته. بخير ونعم إن شاء الله. يا أبو يا سيدنا يطلق يعني أو كما يحب محبيك ومحبي يطلق عليك سفير السعادة، على اعتبار أنك أنت يا سيدنا تجمع ما بين رأسين في عقد النكاح، فيطلق عليك سفير السعادة، تسعد ما بين. من حسن ظنك طبعا. الله يسلمك يا شيخ. هذا كما ترون ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. حياك الله يا سيدنا. يا مرحبا. يا هلا. هلا عم ابو علي.
الله يحييك ان شاء الله. شلون صحتك؟ والله بخير وبنعم. الله يحسنك ليلة ان شاء الله. سعيدة وبهجة جدا بهيجة الحقيقة اللي جمعنا فيها أبو حيدر كعادته في مكان الليالي الجميل الشتوية. فألف شكر وتقدير له. وقبل شوي كنت أتكلم مع السيد في موضوع الكرم والأخلاق وسمو الأخلاق لأبو حيدر، عن أبو حيدر طبعا. أبو حيدر كل الشكر والتقدير له. مدرسة في كرمه، في تعامله، بلا شك. في حضن الأحباب. بلا شك بلا شك. مصداق للحديث الشريف: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، الله يكثر من الأمثال قريب أبو من حيدر. الناس بعيد عنه. فأخونا أبو حيدر يعني تجد من عنده قرب للناس، وذلك بسخائه، ما يحب يعني أنه يجمعهم دائما، وسعادته وشوف قرة عينه بأنهم يجتمعون. دائما يحضن الأحباب. نعم. وينسعد بلمة أمثالك يا سيدي. الله يسلمك. هو دائما الشخص الطيب يعكس ما بداخله. إذا كان داخله نظيف وراقي. نعم نعم. نظيف وراقي تجد ما شاء الله يبرز على أخلاقه وعلى هالكرم والواضح. يسكن القلوب. وانتم كرماء يا ابو علي، ودمتم كرماء في اخلاقكم، في حضنكم للمجتمع الاحسان. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانه ذهبت اخلاق. كنت فظا غليظ الخلق لانفضوا من حولك. فاللين والخلق والاخلاق والكرم هذا اساس ما الرساله المحمديه. بيض الله وجهك يا عم ابو علي، وشكرا لك يا ابو علي، وسعدت بشوفتك. تسلم. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. عم ابو هاني مرحبا. الله يسلمك ان شاء الله. سعدنا بشوفتك في هذه الليله الشتويه الجميله بصحبه الناس الجميله للمخيم او للوجيه ابو حيدر. انت الان اعطيت المقدمه اللي احنا بنقولها. وجيه طيبه، ليالي طيبه، ومخيم طيب، وهذا لا يستغرب على الاخ العزيز رجل الاعمال ابو حيدر. يعني انسان دائما يلم الحبايب وهذا ديدنه يعني. احنا ما نستغرب هذا الشيء منا ابدا. شوف التجمع الطيب. اي والله. والناس الطيبين. الله يعطيه الصحه والعافيه. والحقيقه نشكره جدا جدا على هذا الدعوه وعلى هذا الرقي وعلى هذا المخيم الجميل. الف الف شكر له. وبشهادته في مجروحه ابو حيدر، انسان ما نقول مقصرين في حقه. شكرا على كلماتك، وانت كذلك ابو هاني يعني وجيه في منطقتنا الاحساء. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يسلمك. ابو محمد، يا مرحبا محمد، حياك الله. ماذا تقول عن هذه الليله بصحبه الوجيه الطيبه مثلك وشرواك يا ابو محمد؟ حيدر وكثر خيره وينعم عليه وعلى هالجمع الطيب ويعطيه الف عافيه. الله يعافيك، واحنا نقول لك الله يعطيك الصحه والعافيه، وانت من الشخصيات الحبيبه في مجتمعنا الاحساء يا ابو محمد. ابو علي، الله يعطيك العافيه. زمانا الشكر الجزيل للاخ ابو حيدر على الضيافه الجميله واللي خلانا نشوف الوجوه الجميله. والله يعطيه العافيه وطولة العمر يا رب، وكل سنه هذه عاده خلاص. الله يعطيك طول العمر. الله يسلمك ان شاء الله. ابو علي سعدت بشوفتك اول شيء، والخروج بسنابي يا ابو علي. الله يسلمك ان شاء الله. العفو يا ابو علي، العفو. الله يسلمك. هلا وغلا. يا مرحبا. حياك الله ابو عبد الله، شلونك؟ طيب، الله يطيب حالك ان شاء الله. الف شكر لعم ابو حيدر على استضافته وسلامة الوالد. وهذا عم ابو حيدر والوالد تجمعهم صداقه منذ نعومه اظافرني يعني. الله يحفظهم ان شاء الله ويعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله. صحه وعافيه وسلامه وتوج فوق. وانت كذلك الله يعطيك الصحه والعافيه يا ابو عبد الله. الوالد والعم ابو حيدر عينان في راس واحد، وانت يا ابو عبد الله وامثالك عينان في راس واحد، فكلكم يعطيك العافيه ابو عبد الله. يا هلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك ان شاء الله. ممكن تعرفنا عليك؟ ونعم تحدثنا عن الجمع الطيب في المكان الطيب. يعني لقاء يجمع الاحبه في الجو الممتاز،
وذي فرصة يعني أبو حيدر كله خير وبركة وكرم، وهذه يعني مثل ذا المناسبات تجمع وتعطي الأحبة للقاء وتبادل للإخوان. يدوم عبد الله وياه يدوم إن شاء الله هالملتقيات الطيبة عند أبو حيدر ولا عندك ولا عند اللي مثلك وشرواك اللي يحضن الأحباب. الله يحفظك وياك إن شاء الله أبو علي. يا هلا وسهلا عم ابو حسام. الله يحييك ان شاء الله. الله يعزك ان شاء الله. فرصه سعيده. ابو حيدر امين الاخوان مكان دائم ان شاء الله على العود باذن الله تعالى. الله يسلمك وسعدت بشوفتك والحديث معك. وانا سعيد. الله يعزك ويرحم والديك ان شاء الله يا عم ابو حسام. يا هلا وسهلا. مرحبا وعمرك ان شاء الله. اول شيء تعرفنا اول شيء عبد الله الرمل. ونعم يا عبد الله. حياك الله حبيبي. حديث يعني تعبيرك عن اللحظة الجميلة هذه. الله يطول عمرك وعمرك. أبو حيدر جمعة الوجيه الطيبة ومكثور الخير إن شاء الله، وقابلنا الشباب اللي سنين ما شفناهم. الله يعطيهم العافية. دائما ما يحضن الأحباب وهو أبو حيدر. والله الله يعطيه العافية إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. وسلامة. اللهم وأنت كذلك بعد. يا هلا وسهلا ومرحبا. ونعم يا أخي محمد. برضو كذلك أقول لك عطنا يعني شعورك بهذه اللحظة الجميلة في هالمكان الجميل في الليلة الجميلة. أول شيء الله يعطيه العافية أبو حيدر، ما قصر على الجمعة الحلوة والشوفة الحلوة حق الشباب هذه، الله يعطيهم العافية وإن شاء الله مكان عامر بوجودهم إن شاء الله يا رب. يا رب العالمين. حياك الله يا أخي محمد. يا مرحبا. حياك الله علي الزارعي. ونعم. الله نشكر أبو حيدر على الدعوة الطيبة اللي جمعنا مع ثلة من وجهاء المنطقة بالإحساء وخدمات المنطقة، وكثر الله خير إن شاء الله. حياك الله يا أخي علي. يا مرحبا. يا هلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك ويخليك ان شاء الله. أبو حيدر دائما ما يحضن الأحباب مثلك وشرواك. الله يسلمك حبيبي. نشكر الأستاذ أبو حيدر على هالعزومة ونقول له الله يوفقك إن شاء الله. اللهم آمين وشكرا لك. أبو عبد العزيز. حياك الله يا أبو عبد العزيز. الله يسلمك إن شاء الله. أبو حيدر جعلنا نشوفك ونشوف واللي ومثلك وشرواك. وماذا تقول ابو حيدر في هذه الليله الجميله، الليله الشتويه؟ الله يعطيك العافيه ان شاء الله. نشكر العم ابو حيدر على استضافتنا على المخيم الطيب، وهذا حقيقه شيء مو بغريب عليه. الله يكثر خيره ويزيده من الخير ان شاء الله. ودائما ابو حيدر محرجنا بكرمه وبطيبه واخلاقه، وهذا يا شباب قوموا ابو عبد العزيز بتتعب مع ابو حيدر. دائما ما يلتقي بالاحباب اللي مثلك وشرواك يا ابو عبد العزيز. الله يسلمك. هلا ابو حسين. اعلامي بعد كوره. الله يوفقك ان شاء الله. امين يا ابو حسين امين. تتوقع يفوز المنتخب دولة الخليج؟ التمني السعوديه. منتخبنا انت يعني تخمينه قد يكون الكويت على اعتبار انه على ارضه ولابد انه يصالح جمهوره ويصالح. اذا اخذت الكويت كان اخذت السعوديه يعني كان اخذتها دول الخليج. يا هلا وسهلا. حياك الله. الله يسلمك. الله يطيب حالك. الله يرضى عليك ان شاء الله. شرفنا اليوم تلبيه دعوه العم ابو حيدر في المجلس العامر. طبعا هو مخيم بس نسميه احنا مجلس. دائما ما يلتقي دائما عم ابو حيدر يجمع الاحباب مثلك وشرواك. اكيد الحديث طويل وطويل. شكرا لك حبيبي. حياك الله يذكر. يا هلا وسهلا. الان متجه. حياك الله يا عم ابو حيدر. يا هلا وسهلا. الله يحييك. اول شيء شرف لي ان اكون متواجد في هذه الليله الجميله بصحبه الوجيه ابو حيدر امين الخواجه. اخذت لقاءات كثيره للشخصيات الحاضره. مدرسة في الكرم، مدرسة في الأخلاق، مدرسة في التجمع. أبو حيدر ماذا تقول لكل من ذكر هذا الكلام الجميل الطيب؟ وهذا قليل في حقك يا عم أبو حيدر. تحية لك وتحية لمتابعينك. الحقيقة أهل السنابات اليوم يعني الواحد يعجز عن شكركم حقيقة. تاج على راسنا. على مستوى الحسا وغير الحسا، ذي شيء طيب. نورتوا قلوبنا بتواجدكم، والله يحييكم. واللي جاوا جعلهم يسلمون هم أهل فضل علينا، يعني جميع من جاء وتجشم الله يحيي. يا مرحبا والله وسهلا. دائما ما تلقي ما تجمع الاحباب يا وندل على شيء، فندل ان انت انسان حبيب وقلبك حبيب وقلبك نظيف وابيض يا ابو حيدر. في مخيم، في مزرعه، في بيت، في اي مكان. بس هذا من طيب ذاتك بس، ولا احنا ما نستحق الاطراء كله حق. ولكن انتم طيبين واخلاقكم
وثقافتكم ووعيكم، هذا دليل على الحمد لله تربيه الطيب اللي الله يكثر من امثالك يا ابو حيدر. والله يحييكم بامانه يعني. الحقيقه ذي مخيم مرحبا يرحب بالجميع، الله يحيي اللي جونا اليوم واللي بيجونا بعدين والبعيد والقريب، الله يحيي الجميع. عرفت كيف؟ الله يحييك ولا قصرتوا، والله يحييك والله يكثر خيرك ومكان عامر بصحتك وبعافيتك ان شاء الله. وانت والعم انور عينان في راس واحد في الكرم، في الاخلاق، في التعامل، في الحضن، في احمد الحسن ما ننساه، وابو احمد الحسن وجميع من تفضل علينا اليوم، جميع الاخوه الاحباب اللي مثلك الذي يحضنون ابنائهم بحب وبود في بيتهم في مكانهم. الليالي الشتائيه خليناهم يغيرون جو بس. اي والله تكرموا علينا بهالجيه. مكان جميل لكن مش اجمل منك يا عم ابو حيدر بكل امانه. لا والله الجميع من جانا هم اللي هالتاج على راسنا، وهم اهل الكرم والجود، اهل الفضل والكرم والجود علي انا بالنسبه لي. اللي يجي له محل هنا محل مخيم مرحبا. الله تستاهل العنوه والله، تستاهل العنوه في هذا المكان ولا مكان ابعد، تستاهل لان العنوه ليس في حجم المكان او تستاهل انت العنوه لمكانتك في المجتمع الاحسائي كوجيه في القلب. اي والله في القلب قبل المحل. اي والله مخيم مرحبا هذا يجمع الجميع. مخيم مرحبا للوجيه امين الخواجه ابو حيدر يرحب بالجميع. اهل المملكه كلهم الله يحييك. بيض الله وجهك يا ابو حيدر، شكرا لك على كلامك الطيب وعلى خروجك معي في الاسناب والحديث عن هذه الليله بالجامع الطيب. تواجه في سنابك. الله يشرف مقدارك. تحياتي لك أكرر لنا الشرف في تواجد في اسنابك. لساني يعجز عن كرمك وحضنك للاحباب، لساني يعجز. الله يحييك. تحياتي لك يا ابو حيدر. العفو يا الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحييكم وكل سنابين الحسن صغيرهم وكبيرهم لهم الشكر والتقدير. تحياتي لك، شكرا لك. هلا بالحبيب. قبل كل شيء أنا الحقيقة مشتاق لك، هذا أول حاجة. الله يرضى عليك. ثاني شيء أمسي على متابعينك الكرام بالخير، ونورتنا وشرفتنا. الله يشرف مقدارك. من جمعك. الله يشرف مقدارك. مرحبا ومسهلا في مخيم الخواجة. مرحبا. شكرا. تفضل الحين أسمعك. الله يسلمك، شكرا على الدعوة الجميلة في هالمكان الجميل، في هالليل الجميلة، بالصحبة الجميلة، في مخيم مرحبا للوجيه أمين الخواجة أبو حيدر. طبعا معي الآن حسين أمين الخواجة رجل الأعمال وعضو في الغرفة التجارية. دائما ما تحضنون وتتكرمون علينا بالدعوات لملتقى الأحباب. كثير من الأشخاص لم ألتقي فيهم، في هذا الليل التقيت فيهم. الله يحييك. أبرك أول حاجة أبرك الساعات، سعداء بحضوركم وتواجدكم اليوم. الحمد لله رب العالمين شرفونا وزارنا نخبة من رجال الأعمال والمشايخ والمسؤولين والوجهة. حقيقة يعني كلمة سعداء قليلة في حقكم لتواجدكم وحضوركم. إن شاء الله نطلع معكم بشكل مستمر بصحة وعافية. تستاهل العنوة يا أبو أمين. أول حاجة أنت ترى يا جماعة تعشيت. أنا والله ما والله لا والله ما يهمني العشاء كثر ما يهمني إني ألبي دعوتك ودعوة الوالد. يا حبيبي هذا اللي يهمني. العشاء يعني لا راح ولا جاء، الناس الطيبة مثلك وشرواك. أنا بتعشى معك إن شاء الله. شوف هناك. الله يسلمك. الكرفان في طاولة طعام خاصة. شكرا. يا هلا وسهلا يا ابو محمد، حياك الله. عبد الله الاختيله المري، التقي فيك للمره الثانيه. في هذه المره في مخيم مرحبا للوجيه ابو حيدر. فرصه سعيده اني التقي فيك للمره الثانيه. الله يسعدك. من الناس الطيبه. الله يسعدك. من شوفتك يا ابو محمد القلب يرتاح لك. اول حاجه اولا شكرا على التغطيات في محافظه الاحساء. ما شاء الله سنابك دائما نتابعه، اولا لتميزه في التشكيله ما شاء الله متنوع ما شاء الله، يعني مو بمجال واحد. عشان كذا احنا اذا بغينا نشوف مثلا اخبار الحساء واللي يصير في الحساء دائما نتابع سنابك يا اخوي كابتن.
الله يسلمك. وشيء ثاني، اول حاجه نشكر ابو حيدر الاخ امين الخواجه اللي محله دائما عامر. أيوة. النشامه اللي مثلكم وشرواك. شرواك الطيب يا ابو محمد، دائما ابو حيدر محله طال عمرك عامر الرياجيل، النشامه اللي شرواكم وشروا الحاضرين. الله يسلمك. دائما ابو حيدر يحضن الاحباب. هذا كلام صحيح. وما حضنك الا انت حبيبي يا ابو محمد. جعل والدك في الجنه. الله يسلمك ان شاء الله. بالنسبه للرد الاول اشاده، ان شاء الله اني اكون انا في محلها، اني انا اغطي بتغطيات اللي الجميله في نظرك يا ابو محمد. وانا خادم للمجتمع يا ما في شك، ما في شك. انا خادم ابو محمد صراحه يعني تغطيات مميزه وسناب مميز. بيض الله قبل التصوير وقبل التغطيات انت رجال طال عمرك يشيدون فيك الرياجيل بالعلوم الطيبه. الله يطيب حالك، والخلق المتميز. نتعلم منك يا ابو محمد. شكرا لك على كلامك الجميل. الله يحييك وعباراتك الاجمل وثنائك. تسلم. وان شاء الله ان تستاهل الطيب يا ابو محمد. وفرصه سعيده اني شفتك والتقيت معي في سنابي. وإن شاء الله أن من هذه السنابة يكون ملتقيات أكثر وأكثر، سواء في هذا المخيم أو في مزرعة أبو حيدر أو في أي مكان جميل. إن شاء الله. الله يشرف مقدارك. شرفونا إن شاء الله في الغويبة. أبد خادم. شرف فيكم. الله يشرف مقدارك. الدعوة لما تجيني منك تاج على الراس. مرحبا والله مساء. الله يسلمك ان شاء الله. شرفونا ومحلات. الله يشرف مقدارك. تحياتي لك يا ابو محمد. شكرا لك. شكرا لك يا ابو محمد. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. هلا بالحبيب. حيا الله اخوي ابو علي. الله يحييك ويبقيك. الله يطيب حالك. كنست وشرفت محلك. الله يشرف مقدارك. اول شيء اشكركم على حفاوة الاستقبال قبل كرم الضيافة، لأن لو بتكلم عن كرم الضيافة، كرم الضيافة للوجيه الوالد أبو حيدر يعجز التعبير عنه. كرمكم انتم تستاهلون، واهل الحسا يستاهلون كلهم. الله يشرف مقدارك. انتم اللي شرفتونا. الله يسلمك. طول عمرك وعمرك ان شاء الله. التقينا فيك في هالمكان الجميل، مخيم مرحبا. الله يسلمك. وبهالجمع الطيب. وان شاء الله ان دوم هالجمع الطيب سواء في المخيم او في المزرعه او في اي مكان يحضن عائله الخواجه. ما ينور الا بوجودكم. الله يسلمك. الله يشرف مقدارك اخوي سلمان. حبيبنا الغالي. سلمان امين الخواجه ابن الوجيه ابو حيدر. يعطيك العافيه. شكرا لك حبيبنا ابو علي. الله يسلمك. حياك الله.